السلام عليكم الكبيدات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اللي كيشوف هذا الفيديو واللي كيسمعوا يكون في اتم الصحه والعافيه يا ربي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو اللي هو شويه خاص اولا تقولوا يعني فيديو ماشي بحال الفيديوهات السابقه اكيد اللي طرحت لكم ولا اللي عاودت لكم. شويه الوضع شويه مأزم كيف ما كيقولوا. هاد السيده هذه عانت واحد المشكل اللي هو التشنج، وثاني مشكل مسكينه انها من تزوجت عرفت راسها عندها تشنج مهبلي. من ورا التشنج وقع لها الفقد ديال الام ديالها اللي كان صعيب بزاف 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 بزاف. فقدت الام ديالها وفي ذوك الظروف ديال انها تزوجت وعرفت راسها عندها هذا المشكل، وهذا فتأزمت نفسيا لا من ناحيه الام ونفسيا محلت هذا المشكل اللي عندها. فاضطرت انها تلغي المشكل ديال التشنج، انها ما تبقاش ما دوزات، ما مشات عند الطبيبه، ما يعني صافي بقات مع داك المأساة اللي كانت فيها والوفاة ديال الام ديالها. صافي نسات الموضوع ديال ان الزوج خاصو خاصو الواجبات ديالو اولا هي ولا تعيش حياتها ولا هذا. صافي انغلقت واحد العالم بوحدها. للاسف داز من عمرها 2.5 بلا حتى شي حاجه، ولكن شافت راسها ما يمكنش تبقى بحال هكا، خص ضروري تلقى الحل باغا دير وليدات ولكن مسكينه داكشي كله بقات كتقلب. الحمد لله توفقت حتى هي وبقات القناه ديالي غير بالصدفه، وشافت البنات اللي تعالجوا هذا وتشجعت. وصراحه في ظرف وجيز بزاف تعالجت. شنو نقول لكم، ما شاء الله في ظرف 4 ايام الحمد لله استطاعت انها دير العلاج. يعني عطات التمارين خدمات، وكان جديه بزاف في الخدمه. يعني تنعطيها الخدمه كتخدمها، التمارين كلها تبارك الله خدماتهم بواحد الصبر، واحد الشجاعه ما نقول لكمش عليها. يعني كانت شجاعه بزاف، شجاعه لواحد الدرجه ما تخيلوهاش نتوما. يعني داك المشكل اللي عندها طافي قالت انا قررت انني غنتعالج واخا ما نعرف شنو، صافي خصني نتعالج. يعني هذا الشيء خصني نلقى ليه الحل. صافي الخوف راني نحيدو، وانا عزمت انني وبزاف البنات اللي كتدخل متشجعه وباغا تعالج راه كتعالج. كونوا اكيدين، ما تخليوش الخوف يسيطر عليكم، ما تخليوش هذا المشكل اللي هو حجمه بسيط بزاف كتشوفوه نتوما كبير، هو بسط ما كتخيلوا. فلهذا البنات ما ترددوش في العلاج وما تجلسوش وما تبقاوش تفكروا وتبقاو فكره ديكم فكره تجيبكم واش ندخل واش ما ندخلش. لا يمكن لا الحبيبه ديالي دخلوا تعالجوا، والعلاج مضمون مليار في المئة ماشي مليون. مضمون، دخلي وتشجعي وان شاء الله غيكون الحل. وراه فرحتني في الصباح صراحه، واخا انا ما كانش عندي الكونيكسيون. فالحمد لله على كل حال، هادشي اللي غنقول.